الفاصل ومبدل السرعات. يحتاج المحرك إلى قوة دفع كبيرة في بداية تسارع السيارة مقارنة مع القوة التي يحتاجها بعد تسارع السيارة ووصولها إلى سرعة كبيرة. ويحتاج المحرك أيضا إلى قوة إضافية عند صعود الطرق المائلة مقارنة مع الطرق المستوية. لذلك أوجد مبدل السرعات والفاصل اللذان يمكنان السيارة من تغيير سرعتها بما يتناسب مع ظروف المسير. يعتمد مبدأ مبدل السرعات على نقل الحركة عبر مجموعة من التروس المختلفة الأقطار، فعندما تنتقل الحركة من ترس صغير إلى ترس كبير تزداد قوة الترس الكبير وتقل سرعته. أما عندما تنتقل الحركة من الترس الكبير إلى الترس الصغير فإنه يحدث العكس، أي تزداد سرعة الترس الصغير وتقل قوته. يتكون مبدل السرعات من محورين رئيسيين مثبت عليهما مجموعة من التروس ذات أحجام مختلفة. المحور الأول متصل مع عمود المرفق في المحرك عن طريق الفاصل، ومثبت على هذا المحور مجموعة من التروس المتدرجة الأحجام. أما المحور الثاني فمتصل مع المحور الرئيسي لنقل الحركة إلى الإطارات، ويرتكز على هذا العمود مجموعة من التروس المتدرجة الأحجام. هذه التروس المرتكزة على المحور الثاني غير مثبتة على العمود، وإنما مرتكزة عليه بواسطة أقراص معدنية تحتوي على كرات معدنية. وظيفة هذه الأقراص السماح للتروس بالدوران بشكل مستقل عن المحور الداخلي للعمود الثاني، ومنعها في نفس الوقت من الحركة الأفقية باتجاه المحور الداخلي، وذلك عند دوران تروس العمود الأول المعشقة مع تروس العمود الثاني بشكل دائم. والسؤال الآن هو: كيف يعمل مبدل السرعات؟ تسمى هذه الأقراص المعدنية بالمعشقات. هذه المعشقات معشقة مع محور العمود الثاني بشكل دائم، وهي قابلة للحركة الأفقية باتجاه المحور الداخلي. هذا المعشق يستخدم لتعشيق مسنن السرعة الأولى والثانية مع المحور الداخلي، أما هذا فيستخدم للسرعة الثالثة والرابعة، وهذا الأخير يستخدم للسرعة العكسية أو الخلفية. عندما يبدأ المحرك بالدوران يبدأ العمود الأول في مبدل السرعات بالدوران، مما يعني انتقال الدوران عبر مسننات العمود الأول إلى العمود الثاني دون دوران المحور الداخلي للعمود الثاني، لعدم تعشيق أي من مسننات العمود الثاني مع محوره في حالة الحياد لمبدل السرعات. وعندما يحرك السائق عتلة مبدل السرعات لاختيار السرعة الأولى يتحرك معشق السرعة الأولى عن طريق مجموعة من العتلات المتصلة مع عتلة مبدل السرعات، ويؤدي هذا إلى تعشيق مسنن السرعة الأولى مع المحور الداخلي للعمود الثاني، فتنتقل عندها قوة الدوران من مسنن السرعة الأولى في العمود الأول إلى مسنن السرعة الأولى في العمود الثاني، ومن ثم إلى المحور الداخلي للعمود الثاني المتصل بعمود نقل الحركة إلى الإطارات. انتقال هذه القوة الدورانية من مسنن صغير إلى مسنن أكبر منه يؤدي كما أسلفنا إلى زيادة قوة دوران الترس الكبير، ولكن بدوران بطيء، مما يعني تضاعف قوة الدوران الناتجة عن المحرك لتحصل السيارة على القوة اللازمة لبداية التسارع. أما عندما يحرك السائق عتلة مبدل السرعات ليحصل على السرعة الثانية فإنه يتم تعشيق مسنن السرعة الثانية مع المحور الداخلي للعمود الثاني عن طريق معشق السرعة الثانية، وبذلك فإن قوة الدوران تنتقل عبر مسنن أكبر حجما من مسنن السرعة الأولى على العمود الأول إلى مسنن أصغر حجما من مسنن السرعة الأولى على العمود الثاني، مما يعني أن تقل قوة دوران العمود الثاني مع زيادة سرعة دورانه. أما عندما يحرك السائق عتلة مبدل السرعات ليحصل على السرعة الثالثة فإنه يتم تعشيق مسنن السرعة الثالثة مع المحور الداخلي للعمود الثاني عن طريق معشق السرعة الثالثة، وبذلك فإن قوة الدوران تنتقل عبر مسنن أكبر حجما من مسنن السرعة الثانية على العمود الأول إلى مسنن أصغر حجما من مسنن السرعة الثانية على العمود الثاني، مما يعني أن تقل قوة دوران العمود الثاني مع زيادة سرعة دورانه.
أما عندما يحرك السائق عجلة مبدل السرعات ليحصل على السرعة الرابعة، فإنه يتم تعشيق مسنن السرعة الرابعة مع المحور الداخلي للعمود الثاني عن طريق معشق السرعة الرابعة، وبذلك فإن قوة الدوران تنتقل عبر مسننين لهما تقريبا نفس الحجم، مما يعني أن تقل قوة دوران العمود الثاني مع زيادة سرعة دورانه. ويكون مسنن السرعة الرابعة على العمود الأول في بعض الأحيان أكبر من مسنن هذه السرعة على العمود الثاني، مما يعني انتقال القوة من مسنن كبير إلى صغير، وبالتالي تضاعف سرعة الدوران. وأخيرا، فإنه عندما يحرك السائق عجلة مبدل السرعات ليحصل على السرعة الخلفية، فإنه يتم تعشيق مسنن السرعة الخلفية في العمود الأول مع مسنن السرعة الخلفية في العمود الثاني عن طريق مسنن ثالث وسيط. وظيفة هذا المسنن عكس حركة دوران محور العمود الثاني. بهذه الطريقة يتم الحصول على جميع السرعات المناسبة لظروف الطرقات عند مسير السيارة. ولربما تتساءل وتقول: كيف تتم عمليات تعشيق المسننات مع بعضها إذا كانت المسننات في حالة دوران دائم؟ الجواب هو أن هذه العمليات لا تتم والمسننات في حالة دوران، وإنما بعد توقفها، وذلك عن طريق الفاصل الذي يقوم بفصل مبدل السرعات عن المحرك. يتكون هذا الفاصل من جزئين رئيسيين، هما القرص الانضغاطي والقرص الاحتكاكي. يثبت القرص الاحتكاكي على عمود مسنن مرتكز على مركز الحذافة بحيث يدور بشكل مستقل عنها، ويثبت القرص الانضغاطي على الحذافة بحيث ينحصر القرص الاحتكاكي بين الحذافة والقرص الانضغاطي، وذلك لتثبيت القرص الاحتكاكي على الحذافة. هذا القرص يعد حلقة الوصل في نقل القوة الدورانية من الحذافة إلى مبدل السرعات عن طريق هذا العمود المسنن. يستمر هذا الوضع ما دامت دواسة الفاصل محررة، أما عندما يضغط السائق عليها تتحرك هذه العتلة محركة معها هذا الإطار المعدني الذي بدوره يضغط على النابض المخروطي المثبت على غطاء القرص الانضغاطي، مما يؤدي إلى ابتعاد القرص الضاغط عن القرص الاحتكاكي عن طريق شرائح هذا النابض التي تؤدي عمل العتلة، وبالتالي يبتعد القرص الاحتكاكي عن الحذافة، مما يعني توقف انتقال الحركة الدورانية إلى العمود المسنن وبالتالي مبدل السرعات. وعندما يترك السائق دواسة الفاصل يعيد النابض المخروطي أجزاء القرص الانضغاطي إلى وضعه الأصلي لتنتقل الحركة الدورانية من جديد إلى مبدل السرعات عن طريق القرص الاحتكاكي. بقي أن نقول إنه لا يمكن تحريك عجلة مبدل السرعات إلا بعد الضغط على دواسة الفاصل لضمان سلامة مسننات مبدل السرعات.